هو مفيش مشكلة بشكل عام في فكرة انه يكون فيا شوية حاجات مش مريحة ماي بارتنر وابتدي انا اشتغل على نفسي فيها واطورها. كفكرة عامة مفيش مشكلة، وما اسمهاش ان انا بقلل من كرامتي ومالهاش علاقة بتقليل الكرامة ولا اي حاجة. طيب علامة الاستفهام اللي هقولها لما اللي قدامي يسيبني عشان انا فيه شوية عيوب. والسؤال هنا دايما هو سابني امتى؟ سابني وبعد ما سابني، يعني خد القرار انه سابني وبعدين قال لي اصل انا سبتك عشان واحد اتنين تلاته. هنا انا دايما بسميها تبرير، لان الشخص الصادق هيجي يقعد معايا كده ويقول لي والله انت بتعمل واحد اتنين تلاته، وواحد اتنين تلاته ده بيضغطني او بيأثر عليا بايا كان الشكل، وبالتالي مش هقدر اكمل. فاقول له استنى، يلا بينا نطور ونشتغل مع بعض وتمشي الدنيا. فبالتالي هنا اللي علامه الاستفهام عندي هو انه لو هو سابك ويلا بقى روحي صلحي حياتك وتعالي بقى قولي لي ايه لما تظبط الدنيا، هنا هحط علامه استفهام بس. ولكن لو احنا الاتنين مع بعض وبنصلح مفيش اي مشكله ولا ليها اي علاقه بتقليل الكرامه. فالفكره كلها هو قال اللي وجعه ده قبل ولا بعد ما يسيبني.